رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، والجائزة والمسابقة الكبرى لأول مرة فيها، والمقدمة من رجال الخير مالك عبد القوي الهلالي وخالد صالح الرشيدي. لكل متسابق 15,000 ريال. نبدأ المسابق الأول. اسمك؟ أحمد محسن. من؟ علي. أحمد محسن علي الراشدي. طيب يا أحمد، أنا بسألك أبغاك تسمعني آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يؤد حفظه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. إجابة هذا رغم فيها غلط بعضها وتكسير بعضها، لكن يستحق الجائزة 15,000 ريال، 10,000 مقدمة من مالك الهلالي و5,000 من خالد الرشيدي. تفضل. السؤال الثاني من اليوم الثاني من المسابقة الرمضانية. المتسابق محسن سرحان. محسن، يا محسن سرحان، أديك سؤال من 3 أسئلة. ماذا كانت مهنة الرسول قبل الإسلام، قبل نزول الوحي؟ كم كان عمر الرسول عندما أتاه الوحي؟ وكم كان عمر الرسول عندما توفى؟ مهنة الرسول رعي الأغنام. رعي الأغنام، هذا الأول صح. أيوه. كم كان عمر الرسول عندما أتاه الوحي؟ 40 سنة. 40 سنة غلط. صحيحة؟ طيب كم كان عمر الرسول عندما توفى؟ 63 سنة. 63 سنة، وإجابة صحيحة ويستحق الجائزة 15,000 ريال مقدمة، 10,000 من الشيخ مالك الهلالي و5,000 من الشيخ خالد الرشيدي. تفضل. الثالث اليوم الثاني من المسابقة الرمضانية. اسمك؟ أرزاق رجح. يا أرزاق، أنا أبغاك تقرأي لي المعوذات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. ما شاء الله. 15,000 ريال مقدمة، 10,000 من الشيخ مالك الهلالي و5,000 من الشيخ خالد الرشيدي. تفضلي. تفضلها. محسن قاسم. ذكر رمضان في القرآن الكريم مرة واحدة، في أي سورة؟ وتلا علينا السورة. في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، ويستحق الجائزة 15,000 ريال، 10,000 مقدمة من الشيخ مالك الهلالي و5,000 من الشيخ خالد الرشيدي. تفضل. تفضلوا. السؤال الخامس والأخير من مسابقتنا اليوم الثاني من رمضان. اسمك؟ يزيد ماين. منين أنت يا يزيد ماين؟ من معربان. طيب يا يزيد ماين، أنا بسألك سؤال. من هو أول من دخل الإسلام من الرجال، ومن هو من أمر بجمع القرآن؟ أبو بكر. من؟ أبو بكر. من؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق، وإجابة صحيحة ويستحق الجائزة. أبو بكر هو أول من أمر بجمع القرآن، وهو أول من دخل الإسلام من الرجال، ويستحق الجائزة 15,000 ريال، 10,000 من مقدمة من الشيخ مالك الهلالي و5,000 من الشيخ خالد الرشيدي. تفضل. نختتم اليوم مسابقتنا الرمضانية اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك في منطقة الهشاش ل5 متسابقين، وإن شاء الله يوم غدا سنكون في منطقة أخرى، أما أن تكون على اليار وأما أن تكون الوسطي.